السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمة، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناة. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. حبايبي واصحابي واخواتي، يوم جديد وحلقة جديدة، والنهارده هثبت لك بالدليل القاطع ان الحمام ما ينفعش ياكل بالليل. قولا واحدا كده. كنت عملت حلقة من فترة كده واتكلمت فيها، قلت انا طريقتي انا مع حمامي، انا باكل حمامي مره واحده في اليوم. اتهاجمت وناس وافقتني وقالت لي وليد والله الحمام عندنا تمام التمام من يوم ما اكلنا مره واحده، ما شاء الله على صحه الحمام، ما شاء الله على صحه الزغاليل. ناس تانية هاجمتنا قالت لي احنا بناكل مرتين، ناس تالتة هاجمتنا قالت لي احنا بناكل 3 مرات. وانا يعني انا بنصحك وبعمل اللي عليا، وانا كلامي يا عم مش حكر عليك، اعمل اللي انت عايزه. انا بنصحك لوجه الله من خلال تجربتي مع الحمام خلال الفترة دي كلها، سنين كتير فاتت وعدت، جربت كل ما تتخيله. جربت وجبة استباحة ووجبة فطار ووجبة غدا. طيب هنأكل بالليل، طب هنأكل المغرب، طب هنأكل لما الطراوة مش عارف ايه، لما الجو يطر، كل الكلام اللي انت ممكن تتخيله ويجي في ذهنك انا جربته مع الحمام. انسب طريقة وبالراحة كده يا جماعة من غير شتيمة، لان انا في الفيديو ده برضو انا اتشتمت، وده حاجة يعني زعلتني. انا مش زعلان من الانتقاد خالص، يا عم اعمل اللي انت عايزه. انا بطلع بنقل لك تجربتي مع الحمام، وبطلع بقول لك انا بما يرضي الله انا بعمل ايه. والله عاجبك الكلام خد بيه، مش عاجبك الكلام يا سيدي مفيش مشكله، ايه بالفيديو اتفرج على حد تاني او ما تتفرجش خالص، او اعمل انت فيديو انصحني فيه، مفيش اي مشكله. هي غيره الحمام كده يا رجاله، يعني هي بتمتاز بالاختلاف، لازم نختلف مع بعض، ولازم ارائنا كلها ما تبقاش واحده. بس انا ببقى ضد الشتيمه والغلط، ان احنا نغلط في بعض عشان ما يبقاش شكلنا وحش قدام الناس. مثلا لو حد من السعوديه ولا حد من الامارات ولا حد من اي دوله تانية بيتفرج علينا، ما يقولش ان احنا بنقعد نشتم في بعض او اخلاق المصريين شكلها كده، بلاش نصدر صوره وحشه لينا. طيب تعالى بقى كده بالراحه بقى للناس اللي بتقول لك انا باكل في حمامي بالليل. صلوا على النبي يا رجاله، انت عمرك شفت فرد حمام طاير بالليل؟ تقول لي لا. الحمام الصبح بدري بلاقيه كده طاير في اتجاه الارض كده، يعني لو عندي مثلا وليكن ارض زراعيه كده الناحيه دي، بلاقي الحمام كله طاير ناحيه الارض الزراعيه. مش الحمام وبس، الحمام والعصافير كمان يا رجاله. طيب جميل جدا. امال حضرتك ليه عايز تقلب الايه اللي ربنا قال عليها في القران؟ يعني في ايه عندنا في القران يا رجاله تقول بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. يعني ربنا عز وجل لما خلق الليل خلقه علشان نسكن فيه او خلاص يبقى مرحله سكون، مرحله هدوء، ده بالنسبه ليا وبالنسبه للطيور. طيب والنهار بقى معاشا، بقى ننزل نتحرك ونتعايش فيه ونعيش فيه وناكل ونشرب وبتاع والكلام ده كله، تمام؟ طيب انت ليه مصر تقلب الايه؟ ومصر ليه تنشف دماغك؟ ومصر ليه تثبت لنفسك نظريه ان هي غلط؟ خلي بالك والله اقسم بالله ما حد هينصحك وحد هيكلمك بالطريقه اللي انا بكلمك بيها دي. انا ما عايز منك حد، انا حمامي ظابط وباكل حمامي وتمام وما عنديش مشاكل ولا عندي امراض ولا عندي ولا عندي ولا عندي ولا عندي. بس انا يعني لوجه الله، يعني انا الفيديوهات دي بعملها لوجه الله. بص يا سيدي، الحمام ياكل بالنهار، تاكله 6 الصبح 7 الصبح 8 الصبح قدامك يا عم لحد العصر. يجي خلاص الدنيا بدات تضلم، طبيعه فرد الحمام اصلا بيكون بينام. يعني انتوا ليه مش متخيلين ان فرد الحمام ده طير وبينام؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني اللمبه حتى اللي على فرد الحمام لازم تتطفى، لازم تتطفى. الناس اللي بتسيب النور ولا 24 ساعه، يا عم انت كده انت وديت الحمام في كارثه. ماشي، لازم اللمبه اللي عند فرد الحمام تتطفى عشان فرد الحمام ينام. نطلع الصبح لو النور ولا نلاقي الحمام واقف اصلا مرهق، واقف كده بص كده مش قادر، مرهق جدا، لان انا حملته فوق طاقته، انا صحيته 24 ساعه، تمام؟ عمرك شفت فرد حمام بالليل طاير؟ لا تقول لي لا. عمرك شفت عصفوره بالليل طايره؟ تقول لي لا، ده كلهم يعني بيجرجوا من المغرب. ماشي، حتى لما يجي حد مثلا يقول لك ايه انا بنام مع العصافير، اللي هو بنام بعد المغرب او بعد العشاء. ماشي، فانت ليه مصر تقلب الايه؟ اعرف ناس اصحابي وحبايبي واخواتي يقول لك انا باكل بالليل الساعه 10 بالليل، وبعدين بعد فتره كده لما قابله ظروفها اخبار الحمام ايه يا فلان، يقول لك والله انا عندي مشاكل الدنيا كلها، انا الكنكر مرازيني وقرفني اخر قرف، انا عندي الزغاليل بتموت مني، الزغاليل بتطلع ضعيفه ومضعونه. فلما اجي اقول له يا عم انت بتاكل ايه؟ تقول لي يا عم انا طول عمري باكل بالليل، انا طول عمري باكل الساعه 12 بالليل 11 بالليل، انا ماشي على كده من يوم الحمام، مربيت حمام. يا عم طب ما هو كده غلط، ما هو انت اللي مرازي نفسك، ما هو انت اللي قارف نفسك، ما هو انت اللي قاسي نفسك في حمامك. يقول لك والله يعني ما
مش عارف، بس انا مش مقتنع بكلامك. طيب جرب، ما هي الحياه تجارب. ناس بتقتنع بالكلام وناس بتستوعب الكلام وتقول لك والله طب تعالى نجرب، وناس ثانيه دماغها ناشفه يقول لك لا يا عم انا هاكل برضه بالليل. خلاص يا عم انت حر، اعمل اللي تعمله. احنا كلامنا مش حكر على حد، بس الغيه غيت علام، كلنا اخوات وكلنا بنتعلم مع بعض من بعض يا رجاله. ما ينفعش انك تجي لي لطير ربنا خلقه بينام بالليل تقول لي ده انا صاحي بالليل وهاكله. طيب بالفرض هو صاحي بالليل وبدا ياكل زي ما احنا دلوقتي راجعين حمامنا. طبعا انا باكل حمامي الصبح بدري ماشي، وهقول لك دلوقتي على كميه الكلفه. طيب بالفرض انا ما سمعتش كلامك يا وليد واكلت الحمام بالليل برضه ونشفت دماغي، هو ايه اللي ممكن يحصل؟ يا سيدي اللي ممكن يحصل اول حاجه الحمام مش هياكل بشكل كويس، لان فرد الحمام مش في فورمه، مش جاهز او مش مهيأ ان هو ياكل. تعال نسمي الله كده ونروح منظر حلو كده. احنا بنتكلم عن الكلفه. بيضه يا رجاله، بيضه هي نقره كلها. انا اصلا حاسس بالزغلول بيلعب تحت ايدي. بص بص انا بفتح اهوت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يبارك. بسم الله ما شاء الله. دايما تسمي كده يا جماعه بحاجتك كده عشان ربنا يكرمك منها ويرزقك منها. بصوا يا رجاله ما شاء الله الزغلول ناشف اهوت، وانا كمان ساعدته ان هو يطلع وطلعت له راسه اهوت واقوم سايبه تاني اهو. لقطه جميله كده واحنا شغالين مش موصوله طبعا. نرجع الزغلول مكانه ونكمل كل. طيب دلوقتي انت لما بتاكل بالليل يقول لك ايه بقى؟ انا الحمام عندي ما بياكلش قوي. طب اسمع الكلام يا عم وجرب. اكل بالنهار اكل الصبح بدري. يا جماعه انا عندي الحمام الظهر بيأذن كل والكلفه اتلمت من قدامه. ايوه يا عم والله زي ما بكلمك كده، وطول النهار خلاص واقفين كده مزاجهم معاه. طيب الحمام اللي معاه زغاليل، اصل في ناس هزمتنا يا جماعه وقالت لي وليد انت بتتكلم غلط. احنا عندنا الحمام اللي معاه زغاليل بنأكله مرتين في اليوم. وانا مش ضد كلامك ولا حاجه، بس انا عايز اقول لك حاجه كده. اكل يا عم الحمام مرتين في اليوم وكل حاجه، بس بشرط يكون في فرق بين المرتين. يعني مثلا ما تجيش مثلا تقول لي انا هاكل الساعه 10 الصبح واكل الساعه 12، لا ما ينفعش، غلط. اللي احنا بنعمله ده غلط. يعني انا مثلا دلوقتي انا باكل 9 الصبح تمام، على الاقل يكون فات من 7 ل 8 ساعات علشان تشوف الحمام قدامك واقف يستناك كده للكلفه. انا عايز فرد الحمام يشتغل الكلفه. في ناس ثانيه مدرسه ثانيه تقول لك ايه؟ والله يا وليد انا عندي الحضان ده بشيل شيء اكل من قدام. ماشي يا عم، طيب النظام ده عامل معاك ايه؟ يقول لي لا والله تمام زي الفل 100 100. خلاص يا سيدي امشي عليه ماشي. انا واحد من الناس باكل حمامي مره واحده في اليوم زي ما انتم شايفين كده معايا ماشي، والنظام ده ماشي معايا وتمام التمام وزي الفل، والحمام صحته حلوه وبفرخ ربنا يبارك احلى زغاليل. طبعا هجيلك دلوقتي كميه الكلفه سيب كام عين كده عشان اوريك برضه الحمام بياكل قد ايه. تعالى بقى لخطوره اكل الحمام بالليل يا شباب. انت دلوقتي فرد الحمام صحيته غصب عنه واكلته بالليل، وماله يا عم؟ على عينه وعلى راسه. طيب لما تيجي دلوقتي تقول لي الزغاليل عامله ايه؟ ما هو انت دلوقتي انت مضطر انك تسيب النور والع، انت مضطر. هتعمل ايه؟ حمام بياكل يبقى لازم اسيب النور والع، يبقى انا دلوقتي حرمت فرد الحمام ان هو يغمض عينيه وينام. تمام؟ زي اي حاجه خلقها ربنا ممكن تنام، انا خلاص انا قلبت له الايه. دي حاجه. الحاجه الثانيه فرد الحمام اصلا زغله نايمه، ما هي في الميعاد ده ربنا خلقه ينام، انت صحيته غصب عنه واكلته ماشي، وبالتالي الزغاليل طلعت ضعيفه، وبالتالي الحمام كان لو انت طفيت عليه النور الاكل فضل في حصانته، لان انا عايزه لما ياكل يفضل رايح جاي كده في الباب او في المكان يتحرك عشان فرد الحمام يبدا يهضم الاكل. المشاكل بقى اللي بتقابلنا بقى في المعويه والهضم والسالمونيلا والكنكر والكلام ده كله نتيجه ان وجود الاكل في جوف فرد الحمام مده طويله، فالاكل بيعفن. بيجي ازاي مده طويله؟ انت الاكل بتفضل سايبه. يعني انت دلوقتي فرد الحمام كان وفضل واقف ما اتحركش. حتى في الانسان يقول لك ايه؟ لما تاكل اكله تقيله ولا حاجه قوم بس اتمشى شويه، مش يقول لك كده قوم اتمشى شويه ماشي. نفس الكلام فرد الحمام، انا عايزه ياكل ويهضم، يروح جاي في العين كده يتحرك يطير زي ما الحمام اللي عمال يطير حواليا كده ماشي. تعالوا بقى لنقطه الاول
انا كل ده بثبت لك بالدلائل ان ما ينفعش فرد الحمام ياكل بالليل يا بيه. فرد الحمام ده ياكل بالنهار. ظروفك بقى مش سامحه اطلع 10 دقايق الصبح قبل ما تروح شغلك. يعني انت مثلا بتروح شغلك يا سيدي 7 الصبح، اصحى 6 ونص جري كده اكلهم وانزل، وبعد كده لما ترجع من الشغل عامل الم الكلفه. فرد الحمام بقى بياكل قد ايه؟ ودي غلطه كبيره الناس بتغلطها في كميه الكلفه لفرد الحمام يا شباب. فرد الحمام بياكل قبضه ايد مقفوله، كل فرد حمام بياكل قبضه ايد مقفوله. يعني مثلا دي كده قبضه ايد مقفوله. هقول لك دلوقتي الحمام كمان بياكل ايه. قبضه ايد مقفوله ده فرد، قبضه ايد مقفوله ثانيه ده فرد تاني، دول فردين كده ماشي. اللهم صل على النبي. يعني ربنا يبارك. بص الحمام اصلا صحته ورايا عامله ازاي وشكله في الكاميرا عامل ازاي. امسك لك برضه فرد حمام دلوقتي واوريهولك. بسم الله الرحمن الرحيم. ده فرد حمام اكتفى رجاله وايت بار. بص ما شاء الله صحته عامله ازاي. فرد الحمام اقسم بالله العظيم واقف انا ماسك اسد في ايدي، انا ماسك اسد في ايدي. وفرد الحمام كمان في قلش ومش واكل كمان، يعني لسه هياكل. بص عظم صدره عامل ازاي. ده فرد حمام يا رجاله. الناس اللي بتقعد تغلط فيا وتشتم فيا انا يا عم مسامح في حقي. ده فرد حمام بياكل مره واحده في اليوم، الاكل بيتشال من قدامه بعد ساعه ولا ساعتين ولا 3. مش عايز ازنقك. طيب تعالوا بقى نجيب شويه كلفه كده من بره عشان نبص الحمام بياكل ايه برضه. عد يا عم معايا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. قرطه، بسله، ذره صفراء، فول، جله. 5 حاجات عندي اساسيه اهي. تاني بسله وذره صفراء وقرطم وفول وغله وذره عويجه. تمام. 5 ولا 6 ايا كان العدد هو ايه. المهم شكل الكلفه عامل ايه يا رجاله. انا لسه حاجه ناقصه كمان، العلف بدخله مع الحضان. يعني بدخل العلف للاكل مع الحضان علشان يطلع لي زغاليل بشكل افضل كمان. الكلام ده في موسم الفرخ. انا اليومين دول عشان في قلش فمش فارق، فما بجيب لهمش علف يا شباب. اهتميت وعملت اللي قلت لك عليه، اقسم بالله ربنا يكرمك ويرضيك احلى من رضيك. مشيت يا عم بدماغك انت حر، انا كلامي مش فكر عليك. عشان بس الناس ما تفكرش ان انا واصي يعني على غير المسؤول ولا حاجه. احنا اقل ناس بنربي حمام في مصر. حبايبي رجاله لو وصلت معايا للدقيقه ديت يبقى انت صاحبي وحبيبي وكفاءه. كان معكم يا شباب في الوليد عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.